المدير عايز يلبسهم لبس مكشوف غصب عنهم، بس في بنت بترفض وبتقول اكيد مش هنلبس اللبس ده قدام الزباين، وبقول لها براحتك لما مش موافقه امشوا ما تجيش تاني. وبدي البنات الهدوم وبقول لهم البسوهم عشان صاحب المحل جاي النهارده، والبنت بتزعق معاهم وبتقول لهم انتوا ازاي تقبلوا على نفسكم تلبسوا اللبس ده قدام الناس، وبقول لها غصب عننا ومحتاجين الشغل ده ومعانا عيال عايزين نربيها. وبيوصل صاحب المطعم ومعاه امه وكل البنات بيلبسوا لبس غصب عنهم ما عدا البنت المعترضه، وصاحب المحل بيستغرب وبقول له هي مش لابسه ليه زيهم، والبنت بتقول انا مش عايزه البس اللبس ده، والمدير بيحاول يوقفها، وصاحب المطعم بيقول انا محترم رايك عشان كده تلبسي اللبس ده غصب عنك، وبقول لها هتلبسيه يا اما هتطردي. والبنت بتكون زعلانه عشان لابسه لبس مكشوف وبقول لها تعالي معايا، فبياخدها وبيقفل عليها، فزميلها بيحسبه بيعتدي عليها، فبيجروا كلهم على الاوضه، واول ما بيفتح بيلاقي صاحب المطعم مع البنت، والبنت لابسه اللبسها العادي وبتقول لهم اهدوا مفيش حاجه، وكانت بتقول لصاحب المطعم على كل اللي بيحصل من وراه، وبتقول له انت مطرود بسبب اهمالك في المطعم واللي بتعمله في الزباين والناس اللي شغاله هنا، ويضايق وبيلاقي قبض فين، وبتقول له عقابك كمان قبضك هيكون $1 وبيمشي.